السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة. يلا بينا كده بقى نعمل مع بعض يا حبايبي حلقة جميلة جدا جدا، سريعة للفطار وللغدا وللعشاء. وجبة سريعة جدا جدا، ولو مستعجلين ورانا شغل بنعملها على السريع، وهي الكبدة اللي كلنا بنحبها. دي كبدة بلدي، انا غسلاها كويس بدقيق وملح وليمون وعاملاها كويس، مصفياها. طبعا في ناس ما بتغسلهاش، كل واحد حر، انا بحبها مغسولة. عندنا شرايح بصل وشرايح طماطم، شرايح فلفل احمر حراق، وده طبعا حسب الرغبه، وشرايح فلفل اخضر، وقرنين شطه خضر برضو. ومعانا هنا البهارات، فلفل اسمر وملح وكمون، ورق لوري وحبهان وقرفه خشب مطحونه، والسبع بهارات. طبعا هنا في دهن كده انا بجيبه من الجزار، بيبقى جميل جدا جدا مع الكبده قوي، بيديلها طعم جميل جدا، وبيديلها ريحه وطعم، يعني ما اقولكوش بيبقى حلو قوي قوي. طبعا انا جايباها من الجزار كده وقطعتها هنا قدامكم قطع صغيره عشان اسيحها واعملها مع الكبده. بقطعها معاكم هنا بقى يا حبايبي كده حتت صغيره، هي مكعبات. طبعا الدهن اللي هو بيبقى مع اللحمه ومع الكبده وكل ده بيبقى جميل قوي، وبيدي للاكل نكهه جميله جدا. هنا انا بقى بعد ما قطعتها كده بكون رافعه المقلايه بتاعتنا على النار اللي هعمل فيها الكبده او الحله بتاعتنا. وحطيت فيها الماده الدهنيه بتاعتنا برضو هي. ممكن تحطي معلقه سمنه معاها، بس انا عشان عامله دهن عملتها بزيت. طبعا بعد ما الزيت يسخن معانا قوي قوي ويدخن، بننزل بشرايح الكبده اللي هي قصدي اسفه جدا، اللي هي الدهن الاول. بنزل بقطع الدهن اللي انا مقطعاها مكعبات معاكم كده في الحله بتاعتنا. وبقلبها كويس قوي قوي في الحله لحد ما بتسيح معانا كده مع الزيت بتاعنا في الحله بتاعتنا اهو. بتحس ان هي ساحت خالص وغيرت اللون بتاعها. كانت جميله جدا جدا، وبتدي للكبده طعم جميل قوي 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 بصراحه يعني. طبعا في ناس كتير ما بتغسلش الكبده، يقولوا بيعملوها بدمها، بس انا بفضل ان انا اغسلها، ومتعوده ان انا اغسلها بليمون وخل عشان ريحتها، عشان العيال بيقرفوا منها. هنا كنت انا غسلاها ومصفياها كويس جدا اهي زي ما انتم شايفين. بعد ما قطع الدهن بتاعتنا ساحت في الحله، نزلت عليها بالكبده وبستمر فيها بقى في التقليب لحد ما الكبده بتاعتنا بتغير لونها كده وبتدينا اللون اللي هو البني، اللي هو اللي توصل لدرجه اللي هو اللون البني الناضج ده. جميله للفطار، فطار سريع، ممكن عشاء سريع، ممكن لو جايه من الشغل ومتاخره او وراكي اي حاجه. ما بتاخدش اي وقت خالص، كل الحكايه ما بتكملش 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. هنا بقى يا حبايبي كده بنستمر في التقليب لحد طبعا ما بتغير لونها خالص خالص. بنكون احنا بقى مجهزين الشرايح البصل والفلفل والحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، وبننزل بيها حاجه حاجه. شايفين بقى كده الكبده نزلت الميه بتاعتها هي، ودي كمان اللي هو القطع الدهن اللي انا عاملاها. بننزل اول حاجه بشرايح البصل، لان البصل بياخد وقت شويه في النضوج. طبعا هنا بقى بنستمر في التقليب، لا بنقلب البصل قوي قوي في الكبده لحد ما كل المكونات تدخل في بعضها كده. بنسيب البصل طبعا ايه، بياخد وقت شويه على ما يدبل، بننزله مع الكبده. بعد ما نزلناه مع الكبده بنسيبه هو شويه قبل ما بنضيف الفلفل الاخضر وبقيه المكونات بتاعتها، على ما البصل يستوي معاها شويه. طبعا هنا يا حبايبي غطيناه وسيبناه شويه حوالي 10 دقايق لحد ما البصل دبل كده في الكبده اهون. بنجيب بقيه المكونات بتاعتنا، بننزل اول بعدها بقى بالفلفل الاخضر. ده كله بقى مع التقليب المستمر، التقليب المستمر ليها. بننزل بشرايح الفلفل الاخضر وقرنين الشطه اللي هم الحراقين، ده شطه خضراء، وعامله برده شطه حمراء مع الطماطم. بنقلبها برده كلها كده في بعضها لحد ما الفلفل يدبل مع البصل والكبده، وكل المكونات تدبل كده في بعضها. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا يا حبايب قلبي طول ما احنا شغالين بنصلي على رسول الله. طول ما انت واقفه في المطبخ اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
مع التقليب المستمر للكبده بتاعتنا. طبعا مش عايزه اقول لكم الريحه من قبل ما اضيف البهارات، ريحه جميله جدا جدا من غير ما احط البهارات بامانه يعني. هنا بقى بنزل بالشرايح الطماطم، والطماطم دي اختياري. الطماطم دي بتبقى اختياري، في ناس ما بتحبهاش بطماطم. و الاحمر، قلت لكم انا شرايح الطماطم دي بتبقى اختياري، في ناس ما بتعملهاش بيها. انا بعمل واحده كده بحطها، بتدي لها يعني لون وبتدي لها ريحه وطعم جميل جدا. بنستمر بقى في تقليب الكبده والمكونات كلها في بعضها لحد ما تدبل. بننزل هنا بقى بالبهارات بتاعتنا، وهي فلفل اسمر زي ما قلت لكم، كمون وفلفل اسمر وسبع بهارات وقرفه خشب مطحونه، وبنحط معاها ورقتين لوري وفصين حبهان. وبنقلب بقى البهارات كلها في الكبده كده. طبعا شكلها زي ما انتم شايفين جميله جدا جدا. طبعا هنا ممكن نضيف حوالي ربع كوبايه ميه سخنه، او لو عندك ربع كوبايه شوربه صغيره ممكن عادي. وبنسيبها بقى بتستوي في بعضها بعد ما بنقلبها كويس قوي. انا هنا لسه بقلبها كويس كده لحد ما خدت اللون اللي هو البني معانا، والبهارات وكل حاجه كده دخلت في بعضها، مكوناتها كلها في بعضها. بنقلب بقى كل حاجه كده في بعضها. طبعا زي ما انتم شايفين كده بقى يا حبايبي، مع التقليب المستمر الريحه طالعه ما شاء الله جميله جدا جدا، ريحه تحفه قوي. وبنجيب الغطا هنا وبنغطيها وبنهدي عليها بقى النار حوالي نص ساعه كده مع اشاره نار صغيره عشان ما تتحرقش مننا. طبعا هنا وبعد ما غطيناها بنكشف الغطا تاني وبنقلبها كويس قوي برضو، علشان نشوفها ظبطت كده ودبلت معانا ولا لا. طبعا هنا القطع زي ما انتم شايفينها جميله جدا ومستويه. انا حبيت ان انا برضه اسيبها شويه لان الاولاد عندي بيحبوها مستويه شويه. حطيتها كمان على النار حوالي 10 دقايق وهديت عليها اشاره نار. هنا بقى يا حبايبي بعد ما الكبده بتاعتنا خلصت خالص، ده كان الشكل النهائي بتاعها. كانت جميله وريحتها ما شاء الله قلب الدنيا. حطيناها كده في الطبق، وطبعا معاها بقى يا حبايبي كده طبق سلطه وعيش، وقالين معاها بطاطس وخضره وهنا ليمون مخلل حادق جميل جدا جدا. وطبعا ممكن تعملي جنبها شويه مكرونه لو للغدا، مكرونه بصلصه. انا هنا عاملاها للعشاء، فما عاملاها عشاء كده خفيفه اهون. قليت معاها البطاطس وحطيتها كده للاولاد هم يتعشوا. بنعمل معاكم كده سندوتش صغير كده قدامك عشان تشوفوه، ريحتها حلوه جدا جدا. هنعمل هنا سندوتش اهون صغير. دي طبعا كان سندوتش جميل جدا، ودي طبق الكبده بتاعنا. ولو عجبتكم الحلقه يا حبايبي ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.